السلام عليكم الأخوات ديالي، نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو فيه الماسك الوجه اللي فيه الحبوب، غادي يعجبكم بزاف وغادي يعطيكم واحد النتيجة جد 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 مرضية ورائعة، وغادي ترتاحوا من الحبوب اللي كيخرج لكم في الوجه. هاد الماسك فيه غير 4 المكونات، وما نساش هذاك الاخت اللي حطت لي التعليق في الفيديو اللي حطيت فيه الماسكات، قالت لي الاخت يلي انا عندي الحبوب في الوجه، حطي لي شي وصفه ديال الحبوب. وها انا حطيت ليها هذا الفيديو خاص ديك الاخت اللي حطت لي داك التعليق. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الماسك وتبعوا الفيديو، راه ما فيه شي حاجه بزاف، راه فيه غير حاجات ساهلين. المهم ما نساوش نقول لكم راه الماسكات اللي كنحط لكم حتى نجربهم انا على الوجه ديالي وعاد نحط لكم، كنقلب عليهم. مهم اش من الماسك اللي غادي يعطي المفعول، ماشي غادي هكا تحطوه ما يعطيو لكم حتى شي مفعول. ايوا المهم الاخوات وخليكم معايا في الفيديو. هنا عندي زلافه صغيره وملعقه صغيره باش نعبر بهم المكونات نفس العبر. عندي هنا زيت شجرة الشاي، وهذا الياغورت طبيعي مسوس ما فيه لا سكر ولا نكهة، وهذا الكركم بلدي، وهذا العسل الحرة، ماشي العسل اللي كتذوب بالسكر، العسل الحرة باش تعملوا شي حاجه للوجه ديالكم للبشره ديالكم. وغادي نحطو في زلافه ملعقه صغيره ديال الياغورت الطبيعي. الياغورت كيرطب وكيبرد البشره. ونزيدو على هاد الياغورت ملعقه صغيره ديال الكركم. راه الكركم كيحارب الالتهابات. وهذا العسل ملعقة صغيرة ديال العسل الحرة مضادة للبكتيريا. وغادي نزيدو عليهم 2 النقاط ديال زيت شجرة الشاي. الا عندكم اختيار، الا ما عندكمش ماشي مشكلة، ولكن زرت زيت شجرة الشاي فعالة بزاف مواجهة الحبوب. راهي عندها كتعطي واحد المفعول بزاف اللي عندهم الحبوب في الوجه. صافي نخلطو مزيان هاد الخليط يكون متجانس، وما تكونش خفيفه بزاف ما تكونش قاصحه، باش تشد لينا على البشره. نغسلوا الوجه ديالنا، نقيو الوجه ديالنا من الوسخ، ونحطوا هاد الماسك على الوجه ديالنا خصوصا فين عندنا الحبوب، ونخليو هيداك 15 دقيقة حتى 20 دقيقة. من بعد غسلوا بالماء دافي وعاودوه بالماء بارد باش تسد ليكم المسامات اللي في الوجه. وفي الاخر دهنوا البشرة ديالكم بالماء الورد، مسحوه بالماء الورد ودهنوه بالمرطب اللي عندكم. في الليل المرطب ديال الليل، وفي النهار المرطب ديال النهار والكريمة الشمس. من الاحسن عملوه بالليل احسن. هذا الماسك الاخوات عملوه مرة في السيمانة،
والمهم باش تعالجوا البشرة ديالكم من الحبوب، شربوا الماء، كثروا من شرب الماء، وبعدوا عن المكياج حتى تعالجوا البشرة ديالكم من الحبوب. والمهم اللي جرب هذا الماسك وعجبه كتبوا لي في التعليق، وكتبوا لي اش من نوع البشرة اللي عندكم باش نحط لكم الماسكات الا كيعجبوكم هاد الفيديوهات اللي كنحط لكم. المهم الاخوات ما تنساوش ديروا لي لايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا لكم بزاف بزاف على التشجيعات لكم ليا، وخليتكم في امان الله، وبالسلامة عليكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلامة.